السلام الله عليكم الاخوه والاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقه الجديده والمستجده من قناه ديالكم منصه التحليل. اذا اخواني اخواتي، دائما متابعه لمستجدات الاحداث وايضا بطبيعه الحال التطورات ديال اخر الساعه. غادي نشوفوا اخواني اخواتي اللقاء ديال اليوم امس، غادي نقوموا بواحد التحليل بسيط ديال هذا اللقاء اللي جمع المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاكوادوري. هذا اللقاء الودي اللي كان جد مهم للنخبه الوطنيه واللي المدرب الجديد محمد وهبي. غادي نحاولوا اخوان الاخوات نشوفوا ماذا وقع في هذا اللقاء، نشوفوا الاخطاء، نشوفوا المميزات، نشوفوا اللي ربح المنتخب الوطني من هذا اللقاء، وكذلك مواضيع اخرى متفرقه حول السنغال وحول الجزائر بطبيعه الحال، ومنتخب مختلف المنتخبات الافريقيه المشاركه في هذه الوديات اللي تتجدد بها بطبيعه الحال الدماء لمواجهه الفرق الاوروبيه والعالميه بكاس العالم 2026. اذا الاخوه الاخوات، دائما نذكركم بالضغط على زر الاعجاب باش يوصلكم اي جديد. هذه فرصه بالنسبه للاخوان اللي مازال ما شاركوش معنا، فعلوا الاشتراكات ديالكم باش بطبيعه الحال نكبروا العائله في هذه القناه ديال منصه التحليل. شكرا لكم الاخوه الاخوات، ونمر مباشره الى التفاصيل. اذا اخواني اخواتي، كيف ما شفتوا فالعنوان هو انسحاب المنتخب الوطني المغربي امام اكوادور. من هذا العنوان تيدق بواحد نوعا ما على المنتخب السنغالي. فاليوم امس كيف ما شفتوا، كيف ما تابع جميع الجمهور الرياضي، اللقاء اللي دار ما بين المغرب والاكوادور. كاين مجموعه من الناس كيقولوا بان حق المغرب ما لعبش مزيان، هناك ناقص ما الى ذلك، اخطاء تكتيكيه، اخطاء يعني بدائيه وما الى ذلك، والاهدار ديال ضربه الجزاء اللي كتبقى علامه استفهام كبيره وكبيره جدا، بحال نقولوا لا بيت نوار او لا هذا المشكل اللي كيتابع المنتخب الوطني المغربي في جميع التظاهرات. هذا الاهدار ديال ضربات الجزاء ولا كابوس حقيقي للجماهير المغربيه من طبيعه الحال. اذا الاخوه الاخوات، فاللقاء بصفه عامه كان لقاء قوي جدا امام منتخب اللي هو قوي. نذكروا الاكوادور فهي بحال الارجنتين وتعادلت مع البرازيل، يعني في لقاءات اللي هي قويه ورسميه. احنا كنهضروا على منتخب اللي عنده يعني سمعه عالميه، ماشي منتخب ضعيف كيف ما كيسحبوا البعض، ولكن هو منتخب قوي عنده الدفاع البدني القوي وما الى ذلك. فالمنتخب الوطني المغربي ما كانش بالند السهل. وغادي نقولوا واحد الكلمه بان مدرب محمد وهبي هذا اول لقاء له، ودار هذا يعني دار هذا اللقاء الكبير والكبير جدا امام هذا المنتخب الاكوادوري. فالاخوه الاخوات، الوجود ديال مجموعه من اللاعبين كان يعني تيجربهم السيد محمد وهبي باش يشوف المدى ديال الجاهزه ديالهم في اللقاءات المقبله المصيريه، خصوصا ديال المنتخب البرازيلي. وشفنا في هذا اللقاء بان المدرب المغربي ما لعبش براس الحربه، عكس المدرب الركراكي اللي كان دائما كيدخل اما الكعبي اما النصيري. اما في هذا اللقاء فارتأى الناخب الوطني باش ما يدخلش راس الحربه ويلعب يعني ب 4-4-2. هذه الخطه اللي انها كتبروكي نوعا ما يعني التسرع ديال المنتخب الاكوادوري والطريقه اللي تلعب بها المنتخب الاكوادوري، لكن انها ما نجحتش كيف ما قالوا مجموعه من النقاد الرياضيين. وبالتالي في الشوط الثاني قام بالتغيير ديال الخطه، وكذلك بطبيعه الحال تم السيطره على وسط الميدان بطبيعه الحال، وبالتالي دخل رحيمي اللي لعب كنوعا ما الجناح، نوعا ما راس حربه. اذا فاخوه الاخوات، شفتوا بان هذا اللقاء كان لقاء قوي وممتع للغايه. والافونتاج اللي يمكن نقول اولا السمه البارزه وهي العوده في نتيجه التعادل. فبعد الاهدار ديال ضربه الجزاء كما قلنا الكابوس، لان رغم الاداء هذا الفني الراقي والقيمه السوقيه من طبيعه الحال ديال اللاعبين، فالاهدار ديال ضربه الجزاء كيولي كابوس حقيقي للمنتخب الوطني، اللي خاص النخبه الوطنيه تشتغل بواحد الشكل كبير جدا على ضربات الجزاء في التدريب، باش ان يكون واحد اختصاصي من ضربات الجزاء ينفذهم بقوه، اللي يجعل ان هذه القوه من طبيعه الحال باش يخلي المنتخب الوطني دائما في الصداره من طبيعه الحال، ودائما يمر من المراحل الصعبه. لان الاهدار ديال ضربه الجزاء كتخلي الكونفيونس او لا الثقه من طبيعه الحال كتنزل للنخبه الوطنيه، وكيخلي من طبيعه الحال يدخلهم الشك، وبالتالي كيوقع انهيار في اللقاء.
لكن ما شفنا يوم امس كان يعني طيب، يعني واحد اللقاء كان طيب للجماهير المغربيه. فهو لقاء اول لهذا الستاف التقني. بطبيعه الحال غادي نتمناو ان اللقاء الثاني امام باراغواي يكون احسن، ويحاولوا يتغلبوا على مجموعه من الاخطاء، مجموعه من السلبيات اللي شاهدناها في خط الدفاع، خصوصا شادي رياض اللي مازال ما دخلش كما يجب. ربح كبير ديوب اللي في الالتحامات فهو قوي، لكن اللاعب اللي ما في الضغط ممكن انه كما تنقولوا يرتكب بعض الاخطاء، لكن وجب باش ان هذه الامور يشوفها الناخب الوطني ويعاود انه يخدم عليها باش ان تعطي الاكل ديالها في اللقاء ديال الباراغواي. بطبيعه الحال اللقاء الودي الثاني لهذه الوديات اللي هما مهمين جدا للنخبه الوطنيه. اذا على العموم المنتخب الوطني فهو في الطريق الصحيح. الان ما هو الى تجريب ديال مجموعه من اللاعبين اللي هما ممتازين، وغادي نشوفوا بطبيعه الحال التوليفه اللي غادي يخرج بها المدرب وهبي في اللقاء الثاني باش يصحح مجموعه من الاخطاء ديال المنتخب الاكوادور. اذا الاخوه الاخوات كانت مجموعه من اللقاءات بحال الجزائر لعبت مع غواتيمالا وربحتها ب7 وراهم فرحانين، فغواتيمالا فماشي هي بالفريق يعني الذي يعكس المنافس. فلو طاح الاكوادور مع الجزائر كون عطاها واحد 4 او 5-0. هادشي اللي خاص يعرف مجموعه من الجماهير. فالاكوادور هو منتخب قوي وقوي جدا. مصر تغلبت على السعوديه ب4-0 ففي مفاجاه مدويه بطبيعه الحال. المنتخب السعودي خاصو اعاده البناء واعاده المراقبه بطبيعه الحال. فاخوان الاخوات يمكن لي نقول ان مجموعه من المنتخبات لعبات مع منتخبات اللي هي ضعيفه نوعا ما، عكس المنتخب الوطني المغربي اللي لعب مع المنتخب اللي هو قوي، كالبرازيل مع فرنسا، كالمغرب مع الاكوادور، كسربيا مع اسبانيا. يعني كتلعب مع منتخبات اللي كيكونوا قويين حتى باش تعرف القيمه ديالك بالضبط استعدادا لكاس العالم 2026. هذا اليوم الاخوه الاخوات غادي يكون لقاء ديال السنغال مع البيرو، وحنا غنشوفوا واش هاد السنغاليين غادي يحاولوا عاوتاني يستفزوا المغاربه ويحتفلوا بهذا الكاس، او لا غادي يرضخوا للمطالب القانونيه اللي وجه لهم المكتب ديال المحاماه المغربي وحذرهم من مغبه الاحتفال في ستاد دو فرانس او لا ملعب فرنسا بطبيعه الحال، هذا الملعب اللي تيحتضن اللقاء ديال السنغال امام البيرو. اذا الاخوه الاخوات حنا غادي نشوفوا التطورات ديال اخر الساعه وغادي نوافيكم باي جديد اذا كان بطبيعه الحال في هذا اللقاء. كيف ما شفتوا الاخوه الاخوات قلنا بان المنتخب الوطني انسحب، غادي يرجعوا للجدل اللي رافق هذه ضربه الجزاء مع الاكوادور. ضربه جزاء كتجي بطبيعه الحال مهمه كيتقدم لها العناوي وكيضيعها مع الاسف، وكيجي حريمات وكيسجل هدف صحيح 100%. الوقت اللي تشارت الكره مازال الرجلين ديالو على الخط، ومع ذلك تم الالغاء ديال هذا الهدف في مفاجاه مدويه للجماهير المغربيه اللي ما فهماتش كيفاش ان هذا الهدف اتلغى. اللي غادي نقول فعلى العموم يعني الستاف تكنيك ديال المنتخب الوطني المغربي فهو مزيان، ولكن ما شفنا ما احتجاج لاي شيء. هذه النقطه خصهم يتغلبوا عليها، لان لما احتجيتيش على الحكام فهما غادي ياكلوك بصفه عامه. في هذه اللقاءات خاصك تحتج بشكل اللي هو يعني طبيعي وقوي على الحكام باش كما الاكوادور تيحتجوا حتى حيد ضربه الجزاء. حنايا عندنا خصنا نخدموا على القضيه بزاف. شنو وقع لنا مع السنغال، شنو وقع لنا مع مصر، شنو وقع. اذا المنتخب الوطني من عنده من الكاريزما ما يفوز بكاس العالم، لكن طريقه تدبير المقابلات هي اللي كتجعله بانه يفقد مجموعه من النقاط ويفقد مجموعه من الالتحامات ويفقد مجموعه من لما كتضغط على الحكم كتخلي انه واخا ما يعطيكش الاولى غادي يعطيك الثانيه لانه كيخاف من ذاك الضغط. اما لا خليتيه يعني هو بكل راحه حيد لنا البيلانتي وحيد لنا الهدف، فغادي يحيد لك امور اخرى وغادي يقول صافي الدنيا هانيه ماشي مشكل. حيدنا بعض الزوايا كيف ما شفتوا في اللقاء وحيدنا، يعني كان واحد النوع ديال التحيز للحكم الاسباني، ولكن هذا ماشي مهم. المهم هو ان الاداء كان في المستوى المطلوب كاول مقابله للناخب الوطني. اذا الاخوان الاخوات شكرا لكم على التتبع ديال هذه الحلقه، نرجو انكم تبقاو معنا بطبيعه الحال متتبعين لهذه منصه التحليل اللي غادي نحاولوا نطوروا من الاداء ديالنا في القادم الايام، واننا غادي نبداو نطولوا شي شويه في الحلقات ملي غيكون عندنا شويه ديال الوقت بطبيعه الحال باش نزيدوا يعني نجيبوا لكم اخر المستجدات المتعلقه بالمنتخب الوطني المغربي، المتعلقه ايضا بالوحده الترابيه من المملكه المغربيه، والمتعلقه بصفه عامه جميع الاخبار الدوليه والمحليه والوطنيه. شكرا لكم، ما تنسوناش بالاشتراك في القناه باش تكبر العائله.
عمليه ايضا بسيطه هي الضغط على زر الاعجاب. كاين بزاف الناس كيقولوا كيفاش دير زر الاعجاب ولا ضغط التعريف، فهو كيخلي القنوات المغربيه تبقى في الواجهه او في مواجهه الكراغله بصفه عامه والضباب الالكتروني الجزائري، لمفاتيح انه كيهاجم القنوات المغربيه بالتعاليق وبالسينيال بطبيعه الحال باش يوقف لنا الصوت ديالنا اللي كيندد دائما بالحق، والحق يعلى ولا يعلى عليه. شكرا لكم الاخوه والاخوات، والى حلقه قادمه بحول الله.